بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إخواتي متابعيني الكرام، يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. رسالة تحية مني لجمهور نادي الزمالك، الجمهور العظيم اللي بيشجع فريق عظيم، الجمهور اللي فاهم يعني ايه روح الإنسان، فاهم يعني ايه ان في الشهيد اللي عند ربه ان شاء الله هنا لازم نشيل اي انتماء. جمهور الزمالك في كل مباراه، مش المباراه دي بس، بيتذكر شهداء النادي الاهلي، وجمهور الاهلي بيتذكر شهداء نادي الزمالك، لان في الاخر اول ما يجي الموقف انساني وروح انسان مصري زيه زيك مات في لحظة غدر وانت ما تتذكروش وما تفتكروش، انت اللي بتشال من قلبك الإنسانية. فرسالة شكر للجمهور اللي موجود، اللي بيفتكر شهداء النادي الأهلي، عشان يبقى قصاده جمهور هقول انه بيمثل نفسه، مش قادر يستحمل انه حتى لو عايز يعمل اللي عايزه، يشتم في الاهلي، في جمهور الاهلي، في الزمالك، في جمهور الزمالك، في الكوره، في الحكم، يصبر الثانيه الثانيتين العشر ثواني اللي فيهم لحظه وفاء لناس شهداء. مش قادر يستوعب ده. الناس قبل المباراه لو في لحظه دقيقه حداد، كل العالم في اي مباراه بيقف الدقيقة ساكت احتراما للشخص اللي توفى، ما بالك ان هم في الاخر توفوا بسبب مباراة كانت قصاد جمهورك، وطلعت قلت والجمهور المصري قال لا مش جمهورنا ومش بيمثلوا الجمهور المصري. طب ما تثبت بقى انك بتقدم حتى واجب العزاء لاهل الشهداء. ايه رأيك كده الجمهور المصري اللي حضر المباراة ان جمهور الزمالك بيولع نور الموبايلات والجمهور المصري وقف دقيقة وسقف ليهم؟ هل كده اتحاد كورة او لجنة مسابقات او اي حد هيقدر يفكر ويستوعب ان فريق المصري يقدر يقابل الاهلي او الزمالك في بورسعيد، او ان المصري يقدر يقابل الاهلي او الزمالك في استاد القاهره؟ اذا كان الاتحاد الافريقي ما عندوش معلومه وما بيحاسبش، وهي في الاخر الاتحاد المصري ما بيشرفش على المباراه عشان يقدر يوقف جماهير، لكن لو ما طلعش اعتذار من مستر كامل ابو علي رئيس نادي المصري عن جماهيره اللي واصلين الملعب وعن طريق تذكرتي يعني ما عارفين مين، لو هو اللي ما طلعش هتبقى المشكله عنده هو كمان، ان موافق ان القله اللي كانت موجوده يبقى ده رد فعلها. طب افرض جت اي فرقه تانيه بتقابل المصري، بيقابل المحله، بيقابل اي فرقه، وتقديرا للشهداء الفرقه دي عملت ده تقديرا للاهلي وشهدائه، هيبقى ده رد فعل المصري؟ اتمنى من مجلس اداره المصري ورئيس النادي انه يتبرأ من الموقف اللي حصل. وتاني وتالت ورابع رساله شكر لجمهور الاهلي وجمهور الزمالك اللي هيفضل شايل ذكرى الشهداء، حتى لأهلهم اللي لازم ان احنا نفكرهم ونقول لهم ولادكم ما زالوا في قلبنا. مش مطلوب حاجة أكتر من كده. أكبر شيء قبيح حصل النهارده في مباراة الزمالك،